السلام عليكم. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. وقبل بداية الفيديو صلوا على الرسول، اللهم صل عليه. يوسف دخل بالكرة، يوسف دخل بالمنطقة، يوسف التمهيد والترويض والتسديد والهدف الأول. الهدف الأول المولودية. يوسف سجل أو نعيجي سجل، ويوسف مرر وتمكن يوسف من التوزيع بعد المراوغة وبعد المباغتة من وضع زكريا نعيجي في أريحية تامة. روض، سدد، فتح الرواق وهز الشباك وهز مدرجات ملعب 5 جويلية بأكثر من 50,000 متفرج. 1-0 مدرب فريق مولودية الجزائر يعلن اعتناقه الإسلام. أعلن باتريس بوميل المدير الفني لفريق مولودية الجزائر اعتناقه الإسلام بشكل رسمي بعد أن أدى الشهادتين داخل أحد مساجد الجزائر، وقرر تغيير اسمه إلى أمير. وأشهر بوميل المدير الفني لفريق مولودية الجزائر إسلامه في مسجد جنان مبروك ببلدية الحراش، والتي تبعد 14 كيلومتر عن الجزائر العاصمة، وغير اسمه إلى أمير. ووفقا لتقارير صحفية جزائرية، فإن بوميل قام بتغيير ديانته بعد زواجه من فتاة جزائرية، وقد صام عددا من أيام شهر رمضان المبارك. وقال الشيخ الجزائري الذي لقن بوميل الشهادتين إن سبب إسلام المدرب هو أحداث غزة الأخيرة. يبلغ بوميل من العمر 46 عاما، وقد سبق له تدريب منتخب زامبيا بالإضافة إلى منتخب كوت ديفوار، كما عمل كمساعد للمدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.